المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما ما ترك من خير إلا وبينه لنا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا ووضحه لنا وحذرنا منه. ودائما يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهاج الذي يعني الإنسان إذا يعني سار وفق هذا المنهج سار على هداية من الله ونور، وعلى صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، لأن القرآن هو الوحي الأعلى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل هذا الوحي تمثيلا واقعيا في حياتنا، في سلوكه وعمله وقوله وفعله وخلقه صلى الله عليه وسلم. العجيب أن الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى هي بسيطة وميسورة، ويعني لم يمتحن بما تعي العقول به، بل كلفنا بما نستطيع، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل علينا شهر رمضان أن نصوم العام كله، وما جعلنا نحج كل سنة، وما جعلنا نخرج 50% من أموالنا زكاة أموال، وما جعلنا يعني أو أمرنا أن نقوم الليل كله ولا ننقطع أبدا. بالعكس، كل كم ساعة نقف بين يدي الله، نتوضأ وثم نصلي، نلقي هموم الدنيا خلفنا ونعيد شحن البطارية الإيمانية في القلب مرة بعد مرة. الساعة 4 صباحا، ثم الساعة 12 إلى 1 ظهرا، ثم صلاة العصر، ثم عند غروب الشمس، ثم قبل النوم. يعني هذه علاقة تجديد العلاقة بين العبد وبين ربه. لكن قضية العبادات هي قضية خاصة، يعني العبادة شيء خاص بيني وبين ربي. لكن الشيء اللي احنا مصابين فيه قضية المعاملات. عندنا يعني معاقين سلوكيا، عندنا إعاقات سلوكية، الصغير مع الكبير، الزوج مع الزوجة، الجار مع الجار، صاحب العمل مع الموظف، الزميل مع زميله، حتى داخل المسجد الواحد تدخل تجد اعتراضات عجيبة. من يريد أن يكون المكيف شديد البرودة والثاني يراه شديد الحرارة. يعني مسائل يبدو الرفاهية أوصلتنا إلى أمور يعني لا تقرب الإنسان من رب العباد عز وجل. أنا أريد أن أقول أن الحديث الذي معنا اليوم عجيب، ولأنه طويل أنا أقسمه إلى أقسام 3. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا من هم أحب الناس إلى الله. كل واحد فينا يحب أن يكون أحب الناس إلى الله. من منا يكره أن يكون أحب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى؟ كلنا يحب. أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، دي رقم 1، أو تكشف عنه كربة، دي نمرة 2، أو تقضي عنه دينا، نمرة 3، أو تطرد عنه جوعا. الله، أعمال ميسورة بسيطة سهلة. أول شيء أحب الناس إلى الله أنفعهم، لأن فيه ناس إذا ولدت في المجتمع تضر. يعني مش يبخلون وفقط، لا، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يعني هو مش منحرف فقط ويضيع وقته على المقهى فقط، لا، يريد أن يضيع وقت غيره. الولد الشاب راكب السيارة لا يريد أن يؤذي نفسه فقط بسماع ما يسمع، لا، فاتح نوافذ السيارة كلها والشارع كله يسمع هذا الخبط والضرب والرزع اللي على الصفيح والحديد اللي يسمعه في شريط الكاسيت او غيره او الراديو او ما شابه ذلك. يريد ان يسمع الباقين. يا اخي اسمع انت لوحدك. صحيح انت اذيت اذنيك واذيت قلبك واذيت سمعك، ولو سمعت ما يرقق قلبك وما يقربك من الله لكان افضل. فهو يريد ان يؤذي غيره، سبحان الله. يعني يريد ان يكسر غيره عن الخير. يا اخي خليك في ذاتك وادعو الله عز وجل ان تكون كالصالحين. اذا هناك اناس ليسوا بنافعين في الحياة، وهناك اناس وهم اقرب الناس الى الله هم انفعهم للناس، الناس اللي تنفع الناس. ولذلك
انا ارى الطبيب عندما يصلي صلاة العشاء في رمضان وغير رمضان، انا ارى ان يذهب فورا الى المستشفى او الى عيادته ليواكب عمله، وهذه هي الفريضة. ثم اذا اراد ان يقوم من الليل شيئا بعد ان ينتهي العمل هو حر. لكن ان يعطل المرضى ويعطل الذين يقفون طوابير وصفوف ينتظرون يده الكريمة تحط عليهم حتى يعني يحاولون ان يكشف لهم بعضا من ادوائهم او ادويتهم، انا اريد ان اقول عملك ايها الطبيب، ونفلك ايها الطبيب، وعبادتك ايها الطبيب، وتراويحك ايها الطبيب في عيادتك. تعال صل معنا العشاء ثم اذهب الى العياده او المستشفى. هكذا ايضا الموظف الذي يعمل في برج المراقبه، اللي يعمل في امور تخص مصالح الناس، ان كان هناك عمل بعد العشاء مثلا في بعض الدول وفي بعض المناطق لطبيعه عمله، لا ضرر ابدا ولا ضير على هذا الانسان ان يذهب فورا الى هذا العمل، لان هذا العمل بمثابه الفريضه. لان سبحان الله احب الناس الى الله عز وجل انفعهم للناس. لا تاتي الى صلاه الظهر تقول والله انا صائم انا متعب تعالى بعد رمضان تعالى سبحان الله. لا يا اخي الكريم، انا اريد ان اقول لك وجب عليك ان تقضي مصالح الناس وان تيسر للناس، ولا تقطب جبينك في وجه الناس تدعي انك صائم. فما بال المسلمين وقد فتحوا البلاد وارض الله عز وجل في رمضان، وكانت الانتصارات الكبرى كلها في رمضان، ولا تدعي ان سبحان الصيام هو الذي عطلك. لان انت اذا سمنت ووصل وزنك عدة كيلو جرامات زيادة وذهبت الى الطبيب وامرك بحمية معينة، ما شاء الله عليك ملتزم اكثر من التزامك بصلاة الصبح. تلتزم كم كيلو مش عارف جرام من ايه وكم جرام من ايه. ليه؟ تخاف على صحتك. طب الا تخاف على دينك؟ اذا المسألة لا تتعلل بالامور حتى تعطل مصالح الناس. واحب الناس الى الله واحب الاعمال سرور تدخله على مسلم. يا سلام لو تدخل على زوجتك وتبتسم في وجهها، يا سلام تدخل على اولادك وتهش وتبش في وجوههم، انت تضحك مع الناس سبحان الله العظيم وتخطب جبينك في وجه اهلك. حتى اذا حدثوا زوجتك عن لطف زوجها وعن ادبه وعن خلقه، المرأة تقول عجيب والله يتكلمون عن شخص انا لا اعرفه، لانها ما رأت منك هذا. لا بالعكس، انا اريد ان تعود الى البيت بحيث يأنس الجميع بوجودك، وبحيث ان يطمئن الجميع لوجودك. ان عمر رضي الله عنه لما اراد ان يولي رجلا ولايه، رجل طلب ولايه من عمر بن الخطاب، وليني يا امير المؤمنين، قال مر علي غدا. واذن عمر خادمه ان اذا جاء الرجل يدخل. دخل الرجل في اليوم التالي وجد عمر الذي يرعب كسرى وقيصر على 4 ايديه ورجليه، واطفال عمر على ظهره يدور بهم في البيت. وقف الرجل مجدوها، فقال عمر وهو المعي العبقري الفطن: ماذا تصنع انت في بيتك؟ قال: يا امير المؤمنين انا ان دخلت البيت فر الواقف واستيقظ النائم لا اله الا الله وقام الجالس، يحصل عمليه ذعر، لا حول ولا قوه الا بالله. قال عمر: اذا كنت هذا مع ابنائك فكيف تكون رحيما على ابناء المسلمين؟ لا حاجه لنا في ولايتك. يعني انت ما تنفع، انت رسبت في الامتحان لانك لا تصلح ان تتولى امور الناس. فادخال السرور على المسلمين، يعني ايه ادخال السرور على المسلمين؟ يعني انا الاحظ ان بعض الناس لو زار عمته، انظر الى فرحه العمه، يقول الله يرحم ابوك كان كذا وكان كذا، فانت تذكرها باخيها وتشعر هذه الاخت الملتعه بموت ابيك ان ما زال الاب حيا فيك، ما زال الاب على قيد الحياه فيك. ايضا خالك وخالتك، هذه الرحم المقطوعه يجب ان تصلها. طرق باب معاويه طارق وقال له خادمه: يا امير المؤمنين رجل يقول بالباب انه اخوك. قال: اما تعرف اخي؟ قال: اعرفه لكن هذا ليس ما رايته من قبل. ادخلوه. دخل الرجل. قال معاويه للرجل: من انت؟ قال: انا اخوك. الله. فمعاويه تفرس فيه، لا اله الا الله، يكون ابو سفيان تزوج سرا من خلف هند كما يصنع البعض الان؟ مش ممكن. فقال معاويه: من لدن من؟ يعني انت انا اخوك من لدن من ابي وابوك؟ قال: من لدن ادم. فتبسم معاويه ووضع يده على جبهته وقال: لقد نسيت رحم مقطوعه ساصلها الان ان شاء الله. هذه الرحم قطعت، ابن ادم هذا كلنا لادم وادم من تراب. فالسرور اللي تدخله على مسلم شيء طيب. تاتي في مناسبه معينه، لا تعطي الفقير بقيه الطعام ولا الثياب المهلهله بدلا من ان تلقيها، لا، ده انا اريد منك عندما تشتري لابنائك ثيابا
اشتري لابناء الفقير ثيابا، مش ضروري تكون في نفس الثمن. واذا طبخت او عملت شيء من الطعام ضع بجوارها اناء اخر من نفس الوقت وفي بنفس الطريقه ان تعطيها للفقير. عندئذ انت تدخل السرور عليه، يشعر انه يستخدم هذا الامر. ولذلك احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او ان تكشف عنه كربه. يا اخي كلنا في كربات، كل يعني انسان فينا تمر عليك كربات، وانت وجب عليك ان تفك كربه اخيك، لان هيجي عليك يوم تكون انت في كربه. فاذا انزرعت في حقل الاخلاق وبستان الاخلاق وبستان الخير، الخير عند الناس، سوف تجد عند كربتك من ينفث عنك كربتك ويفرج عنك كربتك. الموضوع كبير وخطير ومهم، ولكنه بسيط، لكن ان شاء الله نكمله في حلقات قادمة ان شاء الله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا واياكم من انفع الناس، وجعلنا ممن يدخلون السرور على الخلق، وجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. فك الله كربات المسلمين، ووفقنا واياكم لما يحب ويرضى. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.